السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن الحاجات اللي هي الشورت تيرم اللي هي الانفنتوري، وكانت الاكونتس ريسيفبل. النهارده طبعا هناخد الحاجات اللي هي اللونج تيرم، ازاي بعمل لها القياس والافصاح عنها وازاي بقيمها. طبعا دي برضو لسه احنا في جزء الفور في يونت 3، سب يونت 1. تمام، هنتكلم فيه عن investment in equity securities. تمام. طيب، هنا بقول لك ايه الاول موضوع ان انا اعمل انفستمنت. ده انفستمنت ان انا بروح استثمر في شركه. تمام، ممكن يكون ليا ملكيه، او ان انا مثلا مشتري من عنده بونز، فكده ايه يعني، هو عليه التزام لازم يدفعهولي. بيكون طبعا ليه زي انترست كده بيدفع كل شهر، وعلى حسب الاتفاق يعني. وفي آخر الفترة بيدفع اللي هو أصل المبلغ البرنسبل. تمام، هنا بيقول لك إيه بقى؟ An equity security is an ownership. زي ما قلنا يعني equity security دي إن هي ملكية في الشركة. تمام، سواء الكومن ستوك أو البريفير ستوك. يبقى دلوقتي أنا مش بحكي عن البوند، أنا بحكي عن الملكية اللي هي الأسهم. أوكي، بيقول لك or a right to acquire or dispose of such an interest. يعني سواء برضو إن أنا هستحوذ أو إن أنا برضو إيه هبيع يعني الأسهم بتاعتي دي. أوكي، زي الwarranties or call options. طيب convertible debt security are not equity interest in the issuer. بيقول لك ايه يعني؟ بيقول لك زي ما قلت لك ان الديت ده ما يعتبرش ملكيه. الديت ده حاجه فلوس عليك، بس انت مش مالك في الشركه ده. هي انت اصدرت بونز، حد اشتراها منك. في الحاله دي هو ايه، في فلوس عندك بس ما بيش مالك. تمام. طيب، this subunit applies to all investment in equity security except for investments. يعني بقول لك في السب يونت دي هناخد ايه؟ هناخد كل الاستثمارات في الايكوتي سيكوريتي ما عدا accounted for under the equity method. يعني الايكوتي ميثود مش هناخدها ليه؟ لان هي هتيجي هنا في السب يونت 2 اللي هي دي. فبقول لك انا في السب يونت ده هتكلم عن الاستثمارات في الايكوتي سيكوريتيز ما عدا الاكونتد فور ايه، ايكوتي ميثود، طريقه الايكوتي ميثود. والكونسوليديشن سبسيدري دي برضو اللي هي كانت في يونت 1 1.6 اللي هو سب يونت 6 يعني. for which the entity has elected the fair value option fair value. ودي برضو اللي احنا مش هنتكلم عنها برضو. فانا في السب يونت دي هتكلم عن investment in equity security. تمام، يبقى كده احنا عرفنا ان الايكوتي سكيورتي هي ownership، يعني ملكية في الشركة وليس الديت. تمام، هندرس فيها طريقة الفير فاليو ميثود، مش هناخد فيها الايكوتي ميثود ولا الكونسوليديشن ميثود. تمام، بيقول لك the accounting method for an investment in voting stock depend on the presumed influence that the investor has over the investee. طيب، ازاي انا ببتدي اسجل؟ بناء على التأثير. يعني تأثير المستثمر ده عامل ازاي؟ بيكون ليه نسبة، فالنسبة دي هي اللي بتديله التأثير. تمام. اوكي، فبيقول لك the presumed influence usually determined based on the ownership interest. زي ما قلت لك held يعني بناء على النسبة اللي هو يمتلكها. The table below depicts the three possibilities. يعني دي التلات احتماليات للملكية بتاعت الشخص اللي هو المستثمر في شركة. لما يكون من 0 ل20%، لما يكون من 20 ل50%، لما يكون من 50 ل100%. تمام. طيب، من 0 ل20% فهو كده عنده الانفلونس ليتل، يعني غير مؤثر، كلامه غير مؤثر. 20 ل50 ليه تأثير واضح. تمام، ولكن ليس له السيطرة. اللي عنده نسبة 50 ل100 ده راجل عنده إن هو يعمل سيطرة، وإن هو متحكم برضه في كل القرارات، سواء القرارات الأوبريشنال أو الفاينانشال أو أيا كان. Okay, so
إحنا إزاي بنبتدي نعرف الطريقة اللي إحنا هنشتغل بيها؟ عن طريق الانفلونس، عن طريق التأثير. التأثير ده هيكون ازاي؟ عن طريق النسبة. نسبتي أنا في الشركة دي عاملة ازاي؟ لو أنا من 0 ل20 يبقى كده أنا إيه؟ ما عنديش انفلونس أو التأثير بتاعي ضعيف. لو عندي من 20 ل50 نسبتي في الشركة من 20 ل50 عندي significant influence. ولو أنا عندي من 50 ل100 استثمارات أو ownership فأنا كده عندي control، عندي السيطرة إن أنا أعمل إيه؟ أعمل تحكم. طيب يبقى أنا من 0 ل20 هستخدم أي طريقة، ده اللي هو بيحكي لك عليها هنا. الأكاونتنج ميثود هستعمل معاها الفير فاليو ميجرمنت، تمام، هنشوفها دلوقتي تحت. من 20 ل50 هستعمل طريقة اسمها الإيكويتي ميثود أو الفير فاليو ميثود، نفس دي، تمام. من 50 ل100 هستعمل إيه؟ الكونسوليديشن، إن أنا هعمل ميزانيات أو قوائم مالية إيه؟ مجمعة، تمام. طبعا دي كل واحدة من دول هتتاخد بالتفصيل، احنا دلوقتي بنحكي على الانفستمنت in equity security، تمام. فبقول لك the equity method is covered in subunit 2 زي ما قلت لك من شوية لما نزلت لك تحت of this study unit. consolidation أو consolidated financial statements are covered in detail in study unit 1 subunit 6 زي ما قلت لك 1.6 من شوية. يبقى تاني احنا دلوقتي جايين نتكلم عليه، جايين نتكلم على الايكويتي سيكوريتي. الايكويتي سيكوريتي هي اونرشيب، هي ملكية وليست ديت، تمام. ملكية عبارة عن ايه؟ عبارة عن common stock or preferred stock. طيب احنا هنتكلم هنا على ايه؟ هنتكلم عن الايكويتي سيكوريتي اللي هي بتستعمل الفير فاليو ميجرمنت اللي هي من 0 ل20. الايكويتي ميثود هناخدها في سب يونت 2 من يونت 3، والكونسوليديشن خدناها في سب يونت 6 من يونت 1. اوكي طيب هنا بقول لك ايه؟ الفير فاليو ميجرمنت اوف ان انفستمنت ان ايكويتي سيكوريتي. طيب يبقى هي دي اللي هي من 0 ل20 اللي هي little influence او non influence، ملهاش تأثير، النسبة الصغيرة. فبيقول لك هنا the following summarize، التالي ده هيلخص لك accounting for equity security measured at fair value. ايه فكرة الايكوتي سيكوريتي دي؟ الايكوتي سيكوريتي ان انت لما بتشتري اسهم بتيجي في نهاية كل فترة بتعمل تقييم، إعادة تقييم بالفير فاليو، بالقيمة العادلة. بتشوف انت عندك الدفاتر كام وبتروح تقيسها بالفير فاليو، بتشوف بعد كده الفرق ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي بالتفصيل، بس انا يعني سريعا كده هتشوف الفرق ده سواء جين او لوسز، تمام. طيب فاحنا دلوقتي هناخد رقم واحد. اول حاجة بيقول لك ايه؟ The investment is measured at fair value at each balance sheet date. يعني في كل تاريخ ميزانية لازم الاستثمارات دي اللي أنا ظاهرها عندي اللي هي من 0 ل20 أنا بمتلكها في شركة تانية، لازم أظهرها بالفير فاليو. بالفير فاليو أشوف الفرق وأضيفه وأنقصه عن اللي أنا مسجله عندي، تمام. Unrealized holding gain or and losses on the remeasurement، يعني لما بعمل إعادة تقييم of the investment to the fair value اللي هو القيمة العادلة are reported in the income statement أو net income at each subsequent reporting date. زي ما قلت لك هيطلع لما gain or losses هو إيه؟ غير محقق unrealized holding، تمام. تمام. Realized gain or losses on the sale of the equity security is included in net income on the income statement. ده realized. ليه بقى realized؟ لأن أنت بعت وخلصت، فانت لما بعت وخلصت كده بقى هو ايه؟ محقق. ايراد محقق هيروح على انكم ستيتمنت على طول. طيب لو انا عملت اعاده تقييم، معناها ان انا unrealized holding and losses، تمام. طيب dividends received from investment in equity security are reported as dividend income in the income statement. دلوقتي لو انا خدت توزيع ارباح هسجلها على income statement direct، تمام. هنقوم من حساب الكاش لحساب ايه؟ الديفيدند انكم. طيب الكاش flow from purchase and sale of equity security are classified in the statement of cash flow based on the nature and the purpose for which the security were acquired. يعني أنا لما أجي كمان أحطها في الكاش فلو على حسب بقى إيه، هي طبعا هتنزل تحت الانفستنج يعني عامة، بس هو بيقول لك على حسب بقى إن هي هيلث ماتوريتي ولا تريدنج ولا whatever.
فده اللي بقول لك عليه في الكاش فلو. تمام. يبقى هنا بقول لك ايه بقى ملخص equity security التأثير بتاعها little or none. الأكاونتنج ميثود هتكون fair value measurement. البالانس شيت هتكون measure at fair value at each balance sheet date. income statement unrealized holding gain and losses في حالة التقييم، و dividend income و realized في حالة السيل، ودي في حالة إن أنا استلمت أرباح، ودي في حالة إن أنا عملت تقييم. طيب statement of cash flow هتكون purchase and sales classified based on nature and purposes. طيب يبقى أنا سريعا برضه يا شباب عشان ده المثال، وبعد كده هناخد الحتة دي. أوكي سريعا كده احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ عن investment in equity security. investment in equity security دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملكية ownership وليست debt. ملكيتي في ايه؟ سواء common stock أو preferred stock. طيب احنا بنتكلم عن equity security، مش بنتكلم عن equity method ولا عن consolidation. يبقى أنا في الحالة دي بستعمل fair value method. يبقى أنا لما أجي أستعمل طريقة التسجيل accounting method هستعمل حسب ال presumed influence. التأثير بتاعي، التأثير ده بيظهر على بيكون معترف فيه بشكل نسبة مئوية. النسبة المئوية دي هي اللي هتحدد لك الأكاونتنج ميثود. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن equity security من 0 ل20 الانفلونس بتاعهم little or none. من 20 ل50 الانفلونس بتاعهم significant. 50 ل100 الانفلونس بتاعهم control. الكنترول هيعمل consolidation. significant هيعمل equity method or fair value. little or none هيعمل ايه؟ fair value measurement على التقييم. لما نعمل بقى equity security بالقيمة هنعملها fair value measurement. قلنا هنعمل ايه؟ كل سنة هنعمل fair value measurement. هيكون فيه عن طريق الريميجرمنت ده unrealized holding gain or loss. هزود أو أقلل بيه الاستثمار اللي عندي. طيب لو أنا جيت بات يبقى عندي realized gain. تمام. لو أنا استلمت فعندي dividend income. لو أنا عايز أسجلها في الكاش فلو هيكون طبقا للنيتشر بتاعتها زي ما قلنا هيلث ماتيوريتي تريدنج وات ايفر. فكده أنا إيه خلصت معاك، ودي اللي احنا قلناها هنا. دلوقتي احنا عندنا مثال example 3-1. اوكي بقول لك on November 1 year 1 Abby company purchased 200 shares. بقول لك شركة أبي اشترت شيرز في شركة جيل. الانفستور في الحالة دي مين؟ أبي كو، والانفستي هو الجيل. تمام. اوكي طيب اداني معلومات. هو أبي اشترت 200 shares of جيل. تمام. يبقى هنا اشتروا total shares purchased كام؟ 200. اوكي دي خليها كده ايه. بيقول لك this investment less than 1%. يبقى كده هو اللي ايه عن يعني اللي هو الانفلونس بتاعهم من 0 ل20. تمام. قلنا كده هما little influence أو none، وهنستعمل ال fair value measurement عدد التقييم. تمام. يبقى أنا عندي ال percent ownership percentage less than 1%.
تمام. اوكي، فهنا بيقول لك عندك the following are the fair value per share of Gale common stock. طيب هو بيقول لك انا اشتريت يوم كام؟ اشتريت يوم نوفمبر 1. انا مش عايزكم تشوفوا الحل طبعا عشان نحلها مع بعض. فاشتريت يوم نوفمبر 1، يبقى انا هاجي هنا اقول نوفمبر 1 year 1. اوكي، كان السعر كام؟ كان السعر ب100، يبقى انا اشتريت 200 shares. يبقى انا هنا هقول ايه؟ debit credit. نخليها هنا احسن. debit credit. عندك هنا investment in equity securities credit. المفروض الكاش. اوكي، هنا كام؟ هنقول equal 200 multiply. اشتريناهم بكام؟ اللي هي ب100، لأن تاريخ 1 ده اللي هو يوم الشراء. اشتريتهم ب20,000. يبقى ده نفس القيمة. تمام. اوكي، بعد كده جه قالك ايه؟ المفروض ان اوكي كده لأن هم المفروض عملوها مرتين تقييم. طيب ده اللي هو القيد الأولاني اللي هو 200 في 100 ب20,000. هو كده عمل the investment in equity security of Gale is reported at fair value through net income. اوكي، هنا في 31 المفروض هو عمل تقييم على 90. 31 نوفمبر year 1 سوري ديسمبر. year 1 السعر بدل ما كان 100 بقي 90، فهو كده عنده السعر نزل. يبقى هنا investment in equity security كده اللي حصل عنده هو احنا قلنا لما هعمل إعادة تقييم في كل بالانس شيت ديت هيكون عندي الربح اللي هو غير محقق اللي هو unrealized holding gain. ده لص كده. كنت عايز اكتبها كام ده؟ اوكي، فده كده لص. خسرت كام انا؟ خسرت الفرق اللي هو كان ب100 بقى 90، يعني خسرت 10. أنا خسرت 10 في 200. أوكي، فده اللي هو إيه؟ ده اللي قال لك هنا unrealized holding loss نزلت الإيكوتي لأن هي هتروح على زي ما قلنا بتروح على returned earnings، ودي هنا قللت الأصول. تمام. أوكي، فكده عندك في الميزانية التانية اللي بعد دي. الميزانية التانية قال لك إن هو ب115، فأنا هاخد آخر سعر كان كام؟ يبقى أنا في year 2 السعر بدل ما كان 90 يبقى أنا عندي 90 ماينس 115 25. يبقى أنا ده إيه؟ 25 5000. يبقى دي إيه؟ زادت. يبقى العكس بقى، دي هتبقى هنا unrealized gain والinvestment هتكون debit. هنزود بيه إيه؟ investment. تمام يا شباب كده إيه؟ خلصنا المثال بتاعنا. يبقى المثال بتاعنا كان سهل. أبي investor راح عند جيل اشترى 200 شيرز نسبته 1. يبقى كده هو استعمل ايه؟ استعمل طريقة الميجرمنت اللي هي الفير فاليو. تمام، بالقيمة العادلة. فلما جه اشترى في يوم 1 نوفمبر يوم 1 كانت
اشترى 200 ضرب 100 اللي هو كان السعر المدوني يعني. وبعد كده جه في السنة الأولى عمل تقييم في كل ميزانية زي ما قلنا، زي سوري نزلت فبقى عنده لص، فراح نقص الانفستمنت وثبت عنده لص. جه بعد كده السعر بدل ما كان ب90 ب115 راح مزود الفرق، قال 25 اللي هو الفرق بين 90 و115 في 200 بقى عنده جين. تمام، ده كده ايه المثال. دي آخر حتة impairment test. طيب impairment test دي معناها ايه؟ معناها إن أنا ممكن الاستثمارات دي مش زي ما احنا قلنا هنا بنعمل على تقييم كل سنة ممكن يكون في لص، ده هي مفيش لص، ده هي اتدهورت. يعني مثلا بدل ما هي كانت هنا ب90 لما نزل سعرها بقت مثلا ب10، خلاص كده هي قيمتها نزلت خالص اتدهورت. فالامبيرمنت تيست ده انت بتعمل عشان تشوف هل انت عندك امبيرمنت على الانفستمنت ده، يعني انت هتنزل قيمته خالص ولا لا. فهو ده اللي بقولك في الحتة دي. فبيقول لك ايه a qualitative assessment of whether an investment is impaired must be performed at each reporting date. An investment is impaired if the fair value of the investment is lower than its carrying amount. بيقول لك انت هتعمل حاجتين qualitative و quantitative. quantitative من اسمها كده حاجة كمية يعني فيها حسابات. qualitative يعني هتشوف بقى ايه جودة الحاجة دي. فانت أول حاجة تعمل qualitative ده هتشوف بقى إذا كان في impairment ولا لأ. بتعمله كل فترة مالية at each reporting date. فبتشوف بقى ايه القيمة العادلة اللي هي الفير فاليو مع الايه مع البوك فاليو. تمام. فبقول لك ال qualitative assessment may consider many impairment indicators. يعني ال qualitative ده اللي هو حسب ال quality يعني بيكون ليه مؤشرات زي ايه significant deterioration in earnings performance. يعني عندك انت ال earning performance ظهر ان انت يعني الارباح بتاعتك مش زي الاول. تمام. عندك credit rating، عندك asset quality. يبقى انت الشركة اللي انت مستثمر فيها بيبقى عندها ايه الايرنينج بتاعها نزل، credit rating اللي هو الائتمان بتاعها نزل، الاسيتس كواليتي جودة الأصول نزلت. فأنت في الحالة دي أول ما عملت الكواليتيتيف هتبتدي تعمل إيه الكوانتيتيف. فبيقول لك if the qualitative assessment indicates potential impairment يعني في impairment محتمل the entity must estimate the fair value of the investment and perform a quantitative impairment test. يبقى احنا زي ما قلنا هنعمل حاجة اسمها qualitative assessment، لأن qualitative assessment ده في potential محتمل impairment. هروح ايه هعمل الكوانتيتيف بقى. الكوانتيتيف ده بيقول لك ازاي؟ بيقول لك the carrying amount of the investment is compared with the fair value. بشوف البوك فاليو بتاعت يعني بعد ما عملت القيود دي كلها زودت ونقصت ومش عارف ايه، هشوف بقى ايه الكارينج اماونت هقارنها بالفير فاليو اللي بره. An impairment loss is recognized in the income statement net income for the excess of the carrying amount over the fair value. يعني لو الفير فاليو أقل من الكارينج أماونت هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي أعمل impairment. تمام؟ اللي هو كده. كده احنا يا شباب خلصنا 3.1 تقريبا، يعني سهلة جدا مفيهاش أي مشاكل، والأسئلة بتاعتها برضه هتكون سهلة وسلسة كده. يا ريت يعني تذاكروا أول بأول، لأن المواضيع زي كده لازم أول بأول والحل كمان. فإن شاء الله نشوفكم على خير في 3.2 اللي هي الإيكويتي ميثود إن شاء الله. بعد كده هناخد الديت سيكوريتي. نشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة الجاية الإيكويتي ميثود. وبالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم.